السلام عليكم. كيف الأحوال؟ مخضوض ليه؟ النهاردة هنتكلم على احنا مخضوضين ليه لما بنكون مختلفين مع الناس اللي حوالينا، او بمعنى اصح مخضوض ليه ان الناس ممكن تكون مش بتفكر بنفس طريقتك. دايما كان عندي معضلة كده مع حاجة، انه انا بحب العفو قوي وبحب الرحمة وبحب يعني عادي التغافل، دي حاجة حلوة. وكنت بتخض من الناس بتاعة العدل اللي هي بت 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 بتشجع قيمة العدل، ان هو لا، اللي ضرب يتضرب، اللي خبط يتخبط، اللي هو بياخد حقه طول الوقت ده، اللي هو يعني بحس ان هو في ايه يا جماعة، الموضوع مش كده. ودايما بدافع عن فكرة العفو والمغفرة و بس بعد شوية بدأت اخد بالي انه احنا الاتنين صح، هو عنده قيمة وانا عندي قيمة، هو بيدافع عن قيمة العدل ودي الأولوية الأولى بالنسبة له، وأنا بدافع عن قيمة العفو ودي الأولوية الأولى بالنسبة لي. فكنت دايما مخضوضة، دايما بتخض كده من فكرة إن الناس مش بتفكر زيي. أنا بحب أطبطب وأدلع وأهنن ومش عارفة أعمل حاجات كتير، في ناس بتحب تبقى عقلانية وبالراحة وكل حاجة في مكانها وبلاش الأوفر في المشاعر وبلاش. فكنت بتخض انه الناس مش بتفكر زيي، ان الناس ما عندهاش نفس الاحتياجات بتاعتي، ان الناس ما عندهاش نفس القيم بتاعتي. كنت بتخض واخدت بالي انه مش انا بس اللي بتخض، احنا تقريبا كلنا بنتخض انه الناس ما بتفكرش بنفس الطريقه اللي انا بفكر بيها. ازاي الناس دي بتفكر كده؟ الناس دي المفروض ما تفكرش بالشكل ده. فاحنا طول الوقت في حاله خضض من اختلاف الناس في التفكير وفي الأولويات وفي المعايير وفي القيم، مخضوضين. فكرة الخضة دي جاية من ان احنا بنحتاج حاجة مهمة قوي، احتياج الأمان، بان احنا صح وان احنا مش لوحدنا وان احنا مش غلط، او ان احنا متقبلين. فاحنا بنسعى دائما ان احنا نبقى في حالة وعي جمعي بيسموها كده الوعي الجمعي، ان احنا نبقى متفقين على المبادئ، او يبقى عندنا قناعة ان احنا كلنا بنفكر بنفس الطريقة. وطول ما انا في مكان او في مساحة بتفكر بنفس طريقتي انا مطمن، بتآمن بنفس اخلاقي او بنفس مبادئي او بنفس طريقة تفكيري، انا بطمن. لمجرد اني ابقى في بيئة مختلفة احنا بنتهز جوانا، فاحنا عندنا احتياج لطمأنينة الوعي الجمعي، في حين ان ده بيخرجنا بره منطقية ان احنا مختلفين في طريقة التفكير، في سيكونس التفكير. يعني احنا ممكن يكون عندنا نفس المبدأ بس البعد بتاعه او المساحة بتاعته مختلفة تماما. يعني انا بحب العفو وبحب التغافل، في حد تاني بيحب العفو والتغافل بس في مكانه، مش لأي حد ومش في كل مساحة ومش في أي وقت، فهو عنده معايير. أنا لا التسامح المطلق ممكن يكون ده صح بالنسبة لي، بس مش شرط صح بالنسبة للشخص ده ولا للتجارب اللي هو خاضها. ممكن يكون الشخص اللي بيآمن بفكرة العدل هو شخص ده الصح بالنسبة له. فهنا بنطلع بفكرة انه هو الصح ممكن يكون مختلف، بس انا صح وانت صح، وممكن يكون الغلط مختلف وانا غلط وانت غلط، ومحتاجين احنا الاتنين نراجع. بس احيانا احنا في غلطنا بنبقى عايزين الناس مشتركة معانا فيه، وفي صحنا عايزين الناس مشتركة معانا فيه، من باب الطمأنينة، من باب ان احنا مش لوحدنا، احنا عايزين التوكيدات الخارجية علشان نعمل الصح بتاعنا، وعشان ما نحسش ان احنا غلط لوحدنا، خلينا نقولها كده. فده طول الوقت بيخضنا، في حين انه ده هيعدم التطور في الحياة، هيعدم تبادل الخبرات، هيعدم التنوع والفرايتي اللي موجودة في حياتنا، وهيعدم قيم كتير قوي. وفي الحقيقة ان ده مش هيخلينا مطمنين. احنا مش محتاجين الناس تفكر زينا، احنا محتاجين نتأكد ان الفكرة بتاعتنا هل ينقصها شيء عشان تبقى اصح لينا احنا اكتر ولا لا. مش شرط تكون صح لكل الناس، مش شرط تكون هي الاصح. ما تتحركش من اصل غريزة بتطمنك وهي في الحقيقة ملهاش دعوة خالص. وده هيخلينا كمان
طول الوقت ما نتخضش ان الناس مش زينا في احتياجاتهم، ان الناس مش زينا في افكارهم، ان الناس مش زينا في طريقة كلامهم. احنا بنتخض كمان من الناس مش زينا في طريقة كلامهم، اللي هم ده بيحب يسمع كلمة حلوة، لا ده بيحب يشوف هدية. دي لغة. في حد بيحب يبقى معاه حد بيشاركه، في حد بيحب يبقى لوحده. دي لغة. محتاجين نآمن باختلاف اللغات علشان ما نبقاش مخضوضين طول الوقت، لأن ده بيفرق في العلاقات كتير، وبيفرق في استقرارنا النفسي واستقرارنا العاطفي على المستوى النفسي لوحده، مش شرط في العلاقات، لا، في اختيار حياتنا نفسها، في اختيار مصائرنا زي ما بيقولوا، لغة عربية فصحى يعني المصير اللي احنا ماشيين فيه. ما تتخضش ان الناس مختلفة عنك. الوعي الجمعي لما بيحكمنا او احتياجنا ليه بيخلينا من غير ما ناخد بالنا نتزحلق في حتة القطيع، حتى من غير ما نبقى موافقين عليها. فمفيش داعي ان احنا نبقى حاسين ان احنا مخضوضين لمجرد ان الناس مختلفة معانا. ما تتزحلقش في فكرة سياسة القطيع، ما تتزحلقش في فكرة احتياجك للتوكيدات الخارجية او الاتفاق او الوعي الجمعي، على قد ما هو غريزة كويسة ومطمئنة، على قد ما هو بيخليك طول الوقت شاكك في نفسك.